السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بألف خير. يا صباح الفل، يا صباح الهنا والجمال والسعادة. يا رب تكونوا بألف صحة وسعادة دايما يا رب العالمين. أهلا بيكم مع سومة في البيت البسيط. والنهاردة بقى قلت أكل صينية سمك، بس عايزاها بطريقة كده حلوة. كمان بطريقة يعني إيه صحية. فأنا قلت هعمل الصينية ديت، وكمان هعمل البتنجان اللي انتوا شفتوه دوت بخلطة رهيبة جدا. والسمك زي ما انتم شايفينه كده، يعني حتى لو عندك عزومة ولا عملتيه حاجة كده تشرف وجميلة، من غير بقى ما تشويه وتبهدلي البيت وتعملي دخان ولا تقليه في الزيت. حاجة كده، حاجة بصراحة حلوة قوي. شايفين ما شاء الله، يعني الشوكة بتطلع بسهولة، استوى وجميل. فأتمنى ما تنسوا بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس. ويلا نشوف الطريقة. اول حاجه انا صحيت الصبح وقلت اروح السوق. فانا دلوقتي رحت سوق السيده عائشه. بعد ما مشيت شويه كده من اول السوق لقيت الست بتاعتي، بس لقيت عندها السمك زي ما انتم شايفين كده. ده سمك بلدي، سمك بلدي صابح. بص بيلعب ازاي في قلب الميه. حتى الراجل ما كانش عارف يعني يتحكم، يمسك السمكه. كانت كل شويه تتحرك وتقع من ايده بالطريقه دي. بص كانت عامله ازاي. بس اشتريت منها عشان عجبني السمك. وانا ماشيه في السوق لقيت بتاع القته ده. برضك القطه لقيتها يعني بلدي ولقيتها حلوه قوي، وزي ما انتم شايفين كده لونها كان جميل جدا. فوقفت طبعا انقي منه وجبت. بعد انا بقى ما وزنت اخدت القته وبرضك ومشيت. لقيت بقى بتوع الجوافه دول. بصراحه الجوافه دي بتوع القصصه بتبقى بلدي وبتبقى حلوه. كانت ب5 جنيه وب6 ونص، يعني كل واحد يقول سعر، بس كانت حلوه. وخلصت جولتي بقى ورجعت. ما شاء الله بقى، شايفين بقى السمك اللي انا جايبته ده بلدي وطعمه عسل ما شاء الله. انا جبت الكيلو ب30، ما رضيتش والله يا اختي اخده ب25. قلت مش مهم، اخدته ب30 وخلاص. وجبت البصل الصغير ده، بصراحه بيبقى حلو قوي في الاكل ولما تحطيه في الفراخ واللحمه. وكمان عجبني البرتقال كله اخضر، لقيت البرتقال ده اصفر. فجبت بردك كيلو ونص برتقال. وجبت التنجان بقى عشان اخلله، ما هي الخلطه بتاعت السمك تنفع كمان للبتنجان. وكمان انا بحب لما الاقي زي فاصوليا او باميه او كده اجيبها واقطعها وافصصها واحطها في باب التلاجة، تنفعني لبقيه الاسبوع. بتبقى عسل بصراحه. بعد كده انا جبت السمك بتاعي وتحت الحنفيه بقى، وقشرت القشر بتاعه وفتحت قلبه ونضفته زي ما انتم شايفين كده خالص. شطفته كويس قوي ونضفت قلبه كويس جدا. بعد كده انا هجيب البتنجان بتاعي عشان اكسب وقت، عشان تعملي حاجتك بسرعة، اشتغلي في كذا حاجة. هبدأ اخد البتنجان واقطع الراس بتاعته بالشكل ده، بس ما تقطعوش بالسكينة، لا، انا بعينه بايديا، بس بعين العمود اللي طالع ده بالسكينة. وبعد كده هحطه في الحلة، عشان هحط له بتاع حوالي كوبايتين مية على قد البتنجان. يعني تحط المية على قد البتنجان عشان اكسب وقت، على بال ما انا اخلص السمك يكون هو السلق ونخلله سوا. اهو كوبايتين ميه وهحطه بقى على النار يستوي. هعمل بقى الخلطه اللي انا هحشي فيها البتنجان والسمك. جبت قرن فلفل كبير كده حامي وقطعته، وجبت 4 كده هو حبايات من الفلفل الرومي. ده يا جماعه يعني فلفل رومي عادي بس كان احمر، فكان حلو قوي. فانا زودت من الاحمر، حطيت 1 اخضر و3 حمر. الاحمر ده بيدي طعم حلو قوي. ومعايا اهو بتاع 9 فصوص من الثوم. ومعايا معلقه كبيره من الليمون. دي معلقه كبيره من الليمون. وكمان معايا معلقه كبيره اهوت من الكزبره الناشفه. وطبعا ده سمك وبتنجان بيحبوا الكمون، فبرضك معلقه كبيره كده من الكمون، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه من الملح. بس هي دي الخلطه الوهميه، مع معلقه من الخل. ما تزوديش قوي، هي معلقه خل حلوه قوي. الخلطة دي حلوة قوي قوي قوي. وضربتها طبعا ونعمتها في الكبة زي ما انتم شايفين كده. الريحة ما شاء الله ما شاء الله. بعد كده هنجيب السمك بتاعنا اللي احنا منضفينه، وهنبدأ نحشيه من بره ومن قلبه ومن كل مكان. بس انا جبت السكينة بقى وعملت فتحة واحدة بالشكل ده، عشان برضك الخلطة تدخل من جوه ومن بره، ما تبقاش من على الحروف بس انا عملت يعني قطعته خط واحد بس، عشان انا السمك بتاعي كان صغير. لكن انت ما تتأيديش بالسمك الصغير، افرض السمك بتاعك كبير، ما هو نفس الطريقه برضك تمشي معاه ويبقى حلو زي الفل. بس قطعيه بقى يعني خطين او 3.
تقطعي كده من اخر السمكه من جوه خطين او 3 لو سمك الكبير، وتبداي تاخدي الخلطه دي وتدخلي في قلب الفتحات اللي احنا فتحناها وفي السمكه من جوه كمان. كل دوت بيطعم السمك بتاعنا وبيخلي طعمه حلو من جوه ومن بره، وبصراحه بيبقى طعمه حلو قوي. يعني اعتمدوا الطريقه دي من غير بقى ما تشوي وتعملوا دخان وتبهدلي الدنيا، او تعملي في الزيت. ودلوقتي الزيت بيقولوا ما بقاش صحي وكمان الزيت غالي نوفر بقى شويه في الزيت. فبصراحه الطريقه دي حلوه قوي، وتعملي بقى السمك بتاعك كله، بس اهم حاجه الفتحات، ولو كبير زي ما قلت لك تعملوا فتحتين 3 وتعمليه اهو. ما شاء الله بص ما بياخدش معاكي وقت، أكلة سريعة وحلوة وجميلة بصراحة يعني جدا. بعد أنا بقى ما خلصت السمك بتاعي كله وتبلته كويس جدا أهو. أنا دلوقتي كنت عاملة بزيادة ففاضة هو بقى حبة دول هعمل بهم البتنجان، هركنهم على جنب دلوقتي. والسمك بتاعي اهوت بقى اصبح جاهز، هركنه بردك على جنب. وهجيب طبق تاني بقى هعمل بقى الخضار او الخلطه اللي انا هحطها في الصينيه. انا جبت بصلتين كبار، بس دول 3 عشان انا البصل بتاعي كان صغير. فتجيبي بصلتين كبار كده وتعملي القشره وتقطعيه شرايح. بردك تجيبي بتاع 3 حبايات من الفلفل، وبردك تقطعيه شرايح. فلفل احمر ابيض الوان اخضر اصفر اي يعني فلفل عندك، يعني 3 حبات ولا 4 كده وتقطعيهم شرايح بعد ما تعيني القلب. وبردك معايا 3 حبات من الطماطم وتقطعيهم مكعبات صغيره اهو. يبقى انا حطيت بصل وحطيت فلفل الوان وحطيت طماطم. لو عندك جزر ممكن تبشري كمان جزره، بس انا بصراحه ما كانش عندي جزر فما بشرتش، لكن انت لو بشرت جزر هيبقى حلو بردك. وتحطي معلقه صغيره من الكمون، من الكزبره الناشفه، من البابريكا، من الملح، وتبداي تقلبي كل دوت بصي في قلب بعضه زي ما انت ما شايفه كده. الخلطه دي حلوه قوي قوي. هتبداي بقى تجيبي الصينيه اللي هتدخليها الفرن وتاخدي نص الخلطه دي وتحطيها في قعر الصينيه اهو، توزعيه بالشكل ده. ونبدأ بقى نسمي بسم الله كده اهوت، وناخد السمك بتاعنا ونرصه. اللهم صل على النبي، الله أكبر ما شاء الله. والله حتة صينية جميلة جميلة جدا. وتبدأي تنزلي كده القلب. يعني عايزة أقول لكم يا جماعة والله ما شاء الله الخلطة دي بقى تبدأي تاخدي نص معلقة بس، عشان بردك تحطيها على بقية الخضار، على أساس بردك تاخد من من الكمون، من الثوم ومن الخل اللي احنا حطيناه. بردك بتدي طعم حلو قوي. يبقى احنا خدنا نص معلقه من التتبيله على بقيه الخضار، وبدات ان انا احط من على الوش واوزع بالطريقه دي. وبعد كده انا اخدت ليمونه، بس طبعا تعيني البذر وتبداي تعصري بردك من على الوش. كل دوت بيدي تطعيم حلو قوي للسمكه. ودي اختياري بقى، ده زيت انا دوبك بصي رشه بسيطه قوي، يعني مجرد بحط زي معلقتين. ولو مش عايزه تحطي الزيت ده ما تحطيش، بس انا بحب احطه عشان يعني بيدي كده لمعه للسمك. طبعا الفرن بتاعك يبقى سخن على درجه 200 من فوق ومن تحت، يا دوبك تلت ساعه او ربع ساعه. لكن لو انت عندك من تحت بس ممكن تحطيه نص ساعه تلت ساعه، وبعد كده تفتحي الشوايه 5 دقايق ويطلعيه بقى. ما شاء الله ما شاء الله ريحه المطبخ رهيبه والله يا جماعه. وبعد كده هنجيب بقى الخلطه اللي احنا شلناها وهنعصر عليها ليمونه كبيره كده، بردك تعيني البذر، ليمونه كبيره كده وتعصريها على الخلطه اللي احنا كنا شايلينها. ليه؟ على اساس ان احنا دلوقتي بقى خلاص البتنجان بتاعنا اتسلق. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. يعني اعمليها وابقى شيليها عندك في الفريزر بحيث يبقى جاهز تشتغلي على طول. انا عندي في الفريزر وشايلاه، بس انا بردك عملت معاكم الخلطه دي عشان تعرفوها انا عملتها ازاي، عشان انتوا تعملوها بقى بكميه اكبر وتشيليها. عندك سمك عندك بتنجان تطلعي وتحطي على طول. بصراحه والله بتسهل في الوقت كتير جدا. ما شاء الله ما شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، والله الصلاه على النبي كتير ما شاء الله فايدتها حلوه قوي. بتقول لك ان هي بردك يعني لو ليكي متضايقه او ليكي طلب او ليكي حاجه ربنا بيفرجها من خلال الصلاه على سيدنا محمدا. بس يعني تقولي اللي هي الابراهيميه اللي هي بتاعتنا بتاعت الصلاه والتشهد. غير كده كمان سيدنا يعني محمد ان شاء الله كده ربنا يعني يا رب يكرمنا جميعا، ويعني هيبقى هو الشفيع بتاعنا عند رب العالمين. فاكثروا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وادي السمكة بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، يعني انت تعمليها لجوزك لاولادك في عزومة، بصوا ما شاء الله حاجة كده تفرح، وريحتها بقى جميل.
والسمكة دي بلدي بصراحة بقى، فكانت ريحتها واو، مش عايزة اقول لكم. يعني تعالوا اتفضلوا بألف هنا معايا. وتبدأي تفتحي، بصي مستوية ازاي، ما تقوليش نية، لا لا لا، بصي ما شاء الله، لحمها من جوه ابيض وجميل. بصي الشوكة بتتعمل بمنتهى البساطة اهو، مستوية كده وعسل مع التتبيله بقى. وتغمزي بقى بالعيش البلدي. انا ما عملتش رز بصراحه، قلت لا الاكله دي عايزه عيش. وادي البتنجان الحلو بتاعنا، وادي السمك بتاعنا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش باللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم.